جروب جواهر الطرب يقدم لكم شوف خدتنا فين، برنامج عن الألحان، إعداد وتقديم وإخراج محمد كمال الشرشابي. الألحان كلمات، همسات، مشاعر بتاخدنا بعيد بعيد، ساعات تقربنا الحبيب، وساعات بتبعدنا الغريب، وساعات من الأحلام تجيب لحظات تعيشنا في سعادة. من الألحان شجون، وفي الألحان جنون، وفيها كمان لحظات للعبادة. شوف بقينا فين، شوف بقينا فين يا قلبي، وهي راحت فين. شوف خدتنا لفين يا قلبي، وشوف سابتنا فين. وبرنامجنا هيكون عبارة عن جزء من لحن من الألحان الجميلة اللي موجودة في تراثنا الغنائي العريق. هنسمعها وهنعيشها ونسرح بخيالنا وياها ونشوف خدتنا فين. في بداية حلقتنا الرابعة أحب أهني الإخوة المسيحيين ببدء صيام السيدة العذراء، كل سنة ومصر كلها بخير. وكمان برحب بالأعضاء الجدد على جروب جواهر الطرب، وهم الأستاذ وائل البن، الأستاذة أماني محمود، الأستاذة أسماء وليد، الأستاذ عبدو مهران، الأستاذة أسماء جمال، الأستاذ هاني البن، الدكتور مهدي شلباية، المهندس أحمد الغمراوي، والأستاذ صلاح محمد، الدكتور أنس البن، والأستاذة سهير الأروادي، والأستاذ أيمن السبروتي، والأستاذ أحمد آسف. وشكرا لكل من أعجب بحلقة البرنامج السابقة، وهم الدكتور حسن العظمة، الأستاذ باسل سعدة، الأستاذ عادل جابر، الأستاذة سامية فكري، الأستاذة جهاد العزازي، الأستاذ مصطفى حسين، الأستاذ بسيون البرديسي، الأستاذة لنا الله البخاري، الأستاذ محمد السلموني، الأستاذة فريال البيطار، الأستاذة قطرة ندى، والأستاذ رأفت كمال، والأستاذة دعاء الكروان، وطبعا أم الجميع وجوهرة الجروب الأستاذة فاطمة نبيل. أما المشاركات على الحلقة السابقة اللي كان موضوعها لحن العملاق الموسيقى رياض السنباطي، الذي لحنه على كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى بتغنيه أم كلثوم، وهو لا يا حبيبي. أول مشاركة كانت من الأستاذة دعاء الكروان، اللي قالت بصراحة كده أغنية لا يا حبيبي اللحن بتاعها وكلماتها خدني إلى بحر من الدموع، جعلني أغسل نفسي من متاعب مشاعر مخنوقة، بكيت حتى شعرت بارتياح شديد، وكأني غسلت قلبي بهذه الدموع الساخنة التي أطلقتها في عيوني هذه النغمات. هي دي السعادة الحقيقية يا أستاذة دعاء، لما نعيش ذكرياتنا حتى ولو أطلقت دموعنا، فده بيعيد الصفاء النفسي لينا وبيغسل أرواحنا من همومها. وأكيد هتلاقي نفسك ارتحتي بعد كده لدرجة كبيرة قوي، عشان الذكريات حتى لو كانت مؤلمة ليها مذاق لا ينسى. أما الأستاذة فريال البيطار فقالت أنا كل ما أسمع أم كلثوم لازم أبكي، لأني بفتكر أخويا المرحوم اللي كان بيعشقها، وكان بيسافر أول خميس من كل شهر للقاهرة عشان يحضر حفلاتها، وكل ما اسمع أغنية ترجعني لذكرياتي معاه، وافتكر مع كل أغنية الزمان والمكان واللي كان، وتفضل دموعي تنهار. وأتذكر حدث فكاهي أول ما تزوجت، زوجي تخيل أنني كنت أعيش قصة حب قبل الزواج لم تكتمل، لما كان بيشوفني دايما وأنا ببكي، وقال لي بكل صراحة أنا عارف أنه في بلادنا بيجبروا البنات على الزواج، وأنا بقالي 16 سنة في أوروبا، ولو تحب أننا ننفصل أنا ممكن أساعدك أنك ترتبطي باللي بتحبيه. طبعا ضحكت انت على الموقف ده. مهما كانت الذكريات مؤلمة، لكن احنا دايما بنحب نرجع لها ونعيش فيها، ولولا ان الألحان دي فيها شيء من الجمال وفيها شيء من الروعة، لولا انها لغاية دلوقتي عالقة بأذهاننا بالأحداث اللي مرت فيها واحنا بنسمعها. الأستاذ روبير راتب
الحقيقة كوكب الشرق أم كلثوم لما بسمعها بتوه واسرح وارجع بالسنوات كتير جدا، وبحس إن باخد مركب فضاء عكس اتجاه الزمن، لأنها صوت بيدخل جوه أعماق قلبي ووجداني، وافتكر أعز الناس وأغلى الناس طبعا أهلي اللي فرقوني وإخواتي اللي كل واحد مشغول، واسرح بفكري وافتكر تجمعنا الأسري أمام الراديو وحفلات أم كلثوم الخميس الأول من كل شهر. أما أغنية ليلي ونهاري من أقوى الأغاني وأكثرها ذكريات عندي، حركت مشاعري كتير قوي. تسلم يا أستاذ روبير. أم كلثوم دايما بترجعنا لذكريات مؤلمة، ورغم ألمها بتبقى جميلة لأنها بتبقى صادقة، وأحيانا ترجعنا لأحداث وأيام فيها السعادة حتى لو طعم العذاب. الأستاذة لنا الله البخاري قالت كلام يوضح أنها كلثومية المزاج لدرجة كبيرة، وأن كل ذكرياتها دايما كانت مع أم كلثوم، وكانت ذكريات جميلة جدا. الأستاذ محمد السلموني طبعا فاجئنا بكلام في منتهى الجمال، شرح الحب من خلال وجهات نظر مختلفة، وقال: نصادفه ولا نفهمه، نتعامل به ولا ندركه تمام الإدراك، نردد كلماته بوعي أحيانا وبلا وعي غالبا، إنه الحب. اختلف الناس في تفسيره ووضع تعريفه، لكن يبقى هو الشيء السحري الذي يضمن البقاء للإنسانية. شعراء أم كلثوم تناول الحب من زوايا مختلفة كل حسب تجربته ورؤيته، والحب عند عبد الفتاح مصطفى بصفة خاصة علاقة بين طرفين متكافئين متكاملين، يحتوي كلاهما الآخر، ولا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالعطاء والإخلاص لا بالدموع والذل. فعلا رومانسية عبد الفتاح مصطفى خاضعة دائما للعقل، علشان كده أغنياته تعبر عن الحب الناضج، وغالبا لا تكون المشكلة في تواجد الحب ولكن في التعبير عنه. البعض يظن أن إظهار الغيرة والخوف هو أفضل طريقة للتعبير، لكن البعض الآخر زي شاعرنا عبد الفتاح مصطفى يرى أن الحب هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وظنون وأسية. فما فائدة الحب إن لم نتراحم فيما بيننا، إن لم نسامح ونغفر، إن لم نبادل الكريم بمثل كرمه، إن اكتفينا بترديد كلماته ومعانيها دون أن نحولها إلى فعل. وقال: وفي الغرام أنا مش بنزل دمعتي، ولو صحيح بتحب تملك دنيتي، وعينيا تسهر فوق جبينك تحرسك، وانا ابقى ليك وارسم بعمري جنتك، لكن بذل وغيرة ودموع ونار يبقى الفراق أهون وأفضل اختيار. الحب عمره ما كان مرار ذل وهوان، الحب أجمل كلمة قالها في يوم لسان، لو نعرفه ونقضي كل العمر بيه طعم الحياة هتزيد حلاوته ويصفى ليه. ربك خلق بين القلوب رحمة ومودة، وهم دول سر الهنا بين الأحبة. تسلم يا أستاذ محمد السلموني، كلامك زي السكر. أما الأستاذ باسل سعدة اللي اتضح أنه بيحب مصر جدا، وقال أن مصر دي هي روحه ومعشوقته الأبدية. بصراحة أنت كمان تتحب يا أستاذ باسل بروحك الجميلة وشخصيتك المتزنة، ونتمنى أن احنا نقابلك ونتشرف بمقابلتك دايما. الأستاذ مصطفى حسين قال إن الأغنية دي فكرتني أيام ما كنت بعشق السهر، أحب الليل أكتر من النهار، كان ليل نهاري وكان ما أجمل السهر حتى طلوع الفجر، وأنا بسمع لأغاني أم كلثوم اللي بتعمل حيوية في الواحد، اللي بتدي الحيوية وإحساس غريب، تحس بالحب بجد. بس اللي يفهم كلامها، ولو حد شافني وأنا بسمعها يعرف إن أنا دايب مع الكلمات في الحب. هي فعلا أغانيها تدل على الحب وتحرك الوجدان. المهم يا أستاذ مصطفى إنها ودتك لفترة جميلة من الزمان. الأستاذة جهاد العزازي الأغنية دي خدتها من موقف فكاهي حصل معاها، وقالت عن الموقف ده إن ليلي ونهاري دي بتفكرني بصديقتي الحبيبة فاطمة الكحلاوي، وافتكر إن كنا يومها راجعين من الجامعة في العربية، وبكل خفة دم قالت للسواق اطفي الراديو عشان هغني، وراحت مغنية المقطع اللي أم كلثوم بتقول فيه: بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيع عينيا، بالحب وحده وهو وحده شوية، لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي. الأستاذة جهاد ساعتها سقفت لها وكملت مقطع صغير لأن كنا خلاص قربنا نوصل البيت، وقالت لي كفاية كده لحسن لو أنكل سمعنا هيطين عيشتنا. أنكل ده اللي هو بابا جهاد طبعا. لو أنا اللي كنت السواق كنت ساعتها وقفت العربية ونزلت عملت لكم مايسترو وخليتها كملت الأغنية كاملة مش مقطع واحد بس. الحمد لله يا أستاذة جهاد إن الموقف دوت حصل معاكم في عربية خاصة
لكن أنا بقى الموقف دوت حصل معايا في محطة مترو جمال عبد الناصر من 27 سنة. جات لي لحظة تجلي ولحظة سلطنة وأنا بغني أم كلثوم، وقعدت أغني في المحطة بصوت عالي ولا أنا واخد بالي من الناس ولا عامل حساب الحق لغاية ما جه المترو. بس كان موقف ساعتها في منتهى الغرابة، كان أول مرة أوصل لإحساس السلطنة في مكان زي ده. بس بصراحة نفسي إنها تتكرر، بس للأسف في الوقت الحالي ما أعرفش أعملها أبدا. أما آخر مشاركة كانت للدكتور حسن العظمة، قال فيها إنه بيدعو عشاق الست إلى سماحة، وهي بتقول: الحب هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وظنون وأسية. الحب هو اللي بأمره هويتك، وأمره لا بإيدك ولا بإيديه. معاني كلمات رائعة في وصف الحب. وقال: رائع جدا اللحن اللي يقدر يدخل هذه المعاني إلى القلب، أما الصوت فهو الذي يصهر الكلمات مع اللحن، فلا تجد صعوبة في التفاعل مع عظمة الأغنية. الله عليك يا دكتور حسن. والأغنية دي بقى فكرته بأيام ما كان بيعمل ثروة من أخته الكبيرة. كان هو ده الموضوع اللي تسبب في عشقه لأم كلثوم وهو لسه عنده 8 سنين. كانت أخته رحمة الله عليها بتديله 5 قروش علشان يقعد يسهر معاها حتى الساعة 3 الصبح عشان تسمع حفلة كوكب الشرق أم كلثوم. 5 قروش تخليك تقعد لغاية الساعة 3 الصبح. طب فلنفترض انها بقت 10 ولا 15، كنت هتعمل ايه؟ بس فعلا 5 قروش زمان كانت ممكن تعيش بيتين مش بيت واحد. ذكريات جميلة يا دكتور حسن. كده خلصنا المشاركات اللي تمت على الحلقة السابقة، ويلا مع بعض نسمع اللحن الجديد بتاع حلقة النهاردة ونقول: شوف خدتنا فين. أما عن لحن النهاردة فهو لحن جميل للموسيقار إبراهيم رأفت، الذي نفذه على كلمات للشاعر عبد الوهاب محمد لتغنيه دلوعة الشاشة شادية، وهو لحن أغنية يا روح قلبي، اللي بتقول كلماته: أنا وقلبي يا روح قلبي حياتنا ليه، وقد الحب والعشرة عشمنا فيه، ومهما انسى ما بنساش من الماضي ولا سنة، ودي لغيرك ما قولهاش يا أغلى عندي من الدنيا. يلا نسمع اللحن ونشوف خدتنا فين.
الحب والعشرة عشمنا فيه، أنا وقلبي يا روح قلبي حياتنا ليه، وقد الحب والعشرة عشمنا فيه، ومهما انسى ما بنساش من الماضي ولا ثانية، ودي لغيرك ما اقولهاش يا أغلى عندي من الدنيا، ومهما انسى ما بنساش من الماضي ولا ثانية، ودي لغيرك ما اقولهاش يا أغلى عندي من الدنيا. تعالى نجدد الذكرى، تعالى نعيش سوا لبكرة، تعالى نجدد الذكرى، تعالى نعيش سوا لبكرة، تعالى نجدد الذكرى، تعالى نعيش سوا لبكرة. بعد ما سمعنا لحن النهاردة، وأكيد كل واحد فينا رجع لذكرياته مع اللحن، ربما مكان وربما زمان وربما إنسان. الغرض من البرنامج نعيد ذكرانا مع هذه الألحان، ولهذا المطلوب هو التعليق ونقول شوف خدتنا فين. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج، مع تحياتي محمد الشرشابي.